ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير او مساء الخير في اي وقت انتوا بتشوفونا فيه. يا جماعه روتين يوم جديد. والله الواحد عنده افكار، يعني انا ببقى نفسي مثلا اللي هو ايه، اعمل معاكم حاجه جديده، حاجه غريبه. روتين مش عارفه ايه هو، كده كده هعمل لكم روتين طبعا، لان كده كده عايزه اوضب البيت، وبصراحه الفيديوهات بتشجع الواحد انه يوضب. بس انا نفسي اعمل حاجه جديده. كنت بفكر اعمل حاجه، عارفين حاجه اسمها اللي هو زي اليوميات اللي بيقولوا عليها، اللي بتبقى زي اللي بيقولوا عليها ايه، يا رب معلش يا جماعه مش مركزه. بصوا يا جماعه، عارفين اليوميات اللي هي بيبقوا ناس، كان في برنامج اسمه هو وهي، كانت بتنشره قناه كده. البرنامج ده بيبقوا حاطين كاميرات في البيت كله طبعا، ما عدا التويليت واوضه النوم. وتبقي مثلا لابسه اللبس بتاعك عادي او كده، وكاميرا عماله تصور بقى اليوم كله وبتنزل لكم على هيئه حلقات. فانا كنت افكر اعمل حاجه زي كده، بصراحه جميله، بس بالنسبه لي هتبقى صعبه جدا. لان انا حتى لو قعدت بلبس شرعي في البيت، نو واي ان انا اقعد بالنقاب اليوم كله جوه البيت. بصراحه دي حاجه صعبه، لان احنا اللي لابسين نقاب، احنا بالنسبه لنا المتنفس بتاعنا هو البيت، هو ده المتنفس بتاعنا. فان انا اصور وبقى اليوم كله قاعده في البيت بالنقاب، ده حاجه بصراحه حاجه صعبه يعني. اخدكم جوله كده، افرجكم بقى على الايه اللي انا فيه. نفرج. ومعاكم مولي. جماعه بصوا مولي، مولي صاحيه. استعدادات بقى الشاور، عشان احنا النهارده السبت، بكره اول يوم مدارس، فهي بقى شاور وعامله شعرها كحكه. مولي قول لهم ازيكم، بحبكم، اديهم بوسه. يلا بينا يا جماعه، يلا. حبيت افرجكم بس ايه. بصوا يا جماعه، بصوا البهدله العيش ده. آه عايز يعني هكسره مع شويه بواقي اكل واحطهم تحت للكلاب. كلاب الشارع، او بصوا الزباله عايزه تتغير، ده كل ده عايز يتنضف. وده بليته عشان هغسله، وده بليته عشان هغسله. نحط في كده طبقين عايزين يتغسلوا. في بقى بهدله، الست مولي موقعه عدس على الارض. بصوا يا جماعه، ده حتى ميه. بصوا يا جماعه، بصوا الترابيزه مبهدله ازاي. مولي بتلعب بالعدس يا حبيبتي، وهي عماله تاكل وايه وتبهدل فينا. يا اختي اسم الله يا ماما. طيب يا جماعه، شايفين الدنيا مبهدله ازاي؟ بهدله بهدله بهدله. بصوا طبعا مش هتشوفوا، طبعا الكاميرا اللذيذه هتعمل فلتر، بس شايفين والله عدس على الارض، عدس على الارض. المنظر في الحقيقه صعب، في الحقيقه صعب هنا عشان فيه فلتر وحركات، فمش كله باين قوي يعني. زائد بقى تلك السجاده البيضه، الله يرحمها، كانت بيضه بقت سودة خلاص، هندخل نغسلها برضو. آه السرير ده عايز يتشد مش حوار. الهدوم الشتوي اللي عايزه ادخلها الدولاب ومستنيه الشماعات، وبرضو مفيش اي حاجه حصلت. تمام تمام. ايه بقى يا مريم اللي انت هتعمليه دلوقتي؟ انا هعمل لكم والله حاجه. انا بحس دايما ان انه لما تبقوا معايا كده ستيب باي ستيب، خطوه خطوه يعني، بتبقى بيحصل قرب. مولي والنبي، ايه رايكم في البت القمر دي؟ ايه رايكم في القمر دي؟ يلا بينا. احنا احلى حاجه نعملها ان احنا نسيب الكاميرا مفتوحه. بصوا اول حاجه بس عايزه اعملها ان انا عايزه الم الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم والله ووشي قد السمسمه. ليه بقى وشي قد السمسمه؟ اولا انا وقفت الصوت في الحته دي، لان اكتشفت ان لو التلفزيون شغال او الراديو شغال، اي حاجه بتلقط حاجه في الفيديو، يروح كاتبين لي تحت الفيديو حاجه اسمها كوبي رايت. ان انا يعني بمعنى ان انا ما راعيتش حاجه اسمها حقوق النشر، ان انا يعني واخده صوت حاجه، اغنيه او قران او كده، وحطها في الفيديو وما استاذنتش من الناس دي. هي حاجه كويسه والله، بس هي بالنسبه لي حاجه بتشلني. ليه بقى؟ لان مش ممكن انا كل ما انا كام فيديو كل ما اقول خلاص هنزله راح اعمل لي كوبي رايت. ودي حاجه مش كويسه في حق القناه ابدا، ان انا كل شويه مثلا فيديو ويحصل فيه حاجه اروح عامله حوار الكوبي رايت ده. وفي نفس الوقت انا عايزه افتح
الكاميرا وما عنديش مشكله بقى الاصوات الداخله الطالعه، عايزه الدنيا تبقى عادي قوي. والفويس اوفر بقى يعني بالنسبه لي اللي هو ان انا اسجل بصوتي كده بيبقى كويس احيانا، بس انا احيانا اكتر بحب الشغل الواقعي يعني. تمام. بس والله وحشتوني. طبعا انا قلت لكم رقبت منكم قد السمسمه ان انا بقى لي فتره مش بنزل، مش حريصه ان انا انزل حاجه على اليوتيوب. بس الفكره كلها ان انا مشغوله جدا وبعمل حاجات كتير قوي، فالتصوير مش عارفه بصراحه، يعني حاسه ان انا ما عنديش وقت اصلا لاي حاجه. وفي نفس الوقت لا، حاسه انه يعني الواحد طالما دخل في مجال او في حاجه، اي شغل يا جماعه، اي شغل بعيد عن شغل اليوتيوب. انا مش هقول عليه شغلانه قوي، ان هو مش شغل قوي قد ما هو مثلا ايه، انت بتفتح قناه، بتعمل فيديوهات، بتنبسط، بيجيلك عائد مادي في الاخر. مش عارفه ما تقول عليها شغلانه، بس بصراحه مش بحسها شغلانه. المهم ان انا كنت عايزه اقول لكم انه الواحد لازم يلتزم. شوف انت بتعمل ايه في حياتك، لازم 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 تلتزم. فده يعتبر التزام، والمفروض ان انا التزم بالشغل بتاع اليوتيوب ده. وخصوصا لو انا بقى في متابعين. ممكن دلوقتي مفيش متابعين ولا حاجه، بس ممكن مع الوقت لو هيبقى في متابعين وكده هيبقى الموضوع مش احسن حاجه، لان المتابعين دايما عايزين فيديوهات، يطمنوا على الشخص اللي بيكلمهم ده، بيحسوا مع الوقت ان هو حد قريب منهم وكده. فاللي هو يا جماعه مش هيمشي معاهم حوار فيديو كل 10 ايام، كل اسبوعين، مش هينفع، مش هيكون معاهم كده. بصراحه يوتيوبرز كتير كويسين جدا، ما شاء الله بصراحه، يعني يوميا يوميا في فيديو. في ناس مظبطه نفسها، يعني إيه كل يوم بالليل الساعه الفلانه في فيديو بينزل، كل يوم العصر في كذا. وفي احسن كمان، هو مش احسن، هما دول احسن ناس بالنسبه لي، لان انا بتابع حد لا بحس انه احسن حاجه انه ينزل كل يوم. آه في كمان اللي هما الناس بتوع مثلا مرتين في الاسبوع ملتزمين، دي برضه بتبقى حاجه كويسه جدا. بس موجودين مش انقطاع زي ما انا بعمل، خصوصا ان انا في بدايه الشغل ده، وان انا لسه ما كونتش ناس او ناس اعرفهم او جمهور مشتركين، لسه ما كونتش الحاجات دي كلها، فمش صح اللي انا بعمله. لكن يا جماعه ان شاء الله ربنا يسهل وييسر الامور والظروف كلها، وايه ارجع انتظم او ابقى احسن على الاقل. عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه جدا قبل ما الفيديو يقفل. ممكن مش هحكي لكم قصه النهارده، بس عايزه احكي لكم حاجه، ان الواحد ما يتدخلش في حاجه غيره. يا جماعه خط احمر، كل الناس عندها مشاكل في بيتها، ما ينفعش اروح اتقص واعرف فلان ده زعلان من ايه، وايه المشكله اللي حصلت معاه في البيت، وايه اللي الدنيا لخبطت معاهم كده ليه. مش من حقكم ابدا، طالما الشخص ده ما حكاش بنفسه وما قالش، انا ما جاش كده وقال لك والله انا عايز استشيرك في حياتي فقول لي إيه نعمل ايه، 1 2 3 4. طالما هو ما جاش وابدى الخطوه دي، يبقى اعرف ان الشخص ده مكتم. وطالما هو مكتم، يبقى هو وراه حاجه هو مش عايز حد يعرفها. نسيب ستر ربنا، نبطل ننخور ورا الناس. دي كانت حاجه بصراحه واجهتني وواجهت ناس قريبه مني كتير. بصراحه حاجه دي انا بحبهاش ابدا. فانا بجد يعني ما ينفعش يا جماعه ننخر ورا حد. طالما الشخص ده ما جاش قال لنا انا عندي المشكله الفلانيه او بيستشيره كده. في ناس بقى ايه يقول لك ايه، والله احنا بنطمن. طيب ممكن تطمنوا بسؤال، والله يا فلان انت كويس؟ كويس بتاع، خلاص. هنا بقى بنتي كانت عامله عندهم في المركز، عاملين حفله اكل وكده، غدا يعني ديش بارتي. ورحت عملت لهم عيش باللحمه في الفرن. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. ده العيش يا جماعه، استنوا بقى ايه النص رغيف بتاعه اهو بيستوي جوه. ف بصراحه الف هنا على قلوبهم كلهم اللي اكلوا. والله يا جماعه طعمه تحفه يا تحفه ترى تحفه، بعمل حاجه ايه؟ في البيت جميله. بصوا يا واسيبكم جماعه، هنا بقى دي في ايه، طماطم في مسلوقه ومعاها بصل ني عادي تخزينات الفريزر. وبتاع 3 فصوص توم كبيره، وضربتهم في الخلاط وسايباهم يبردوا تمام، عشان ابتدي احطهم في الكياس عشان ابتدي افرز.
يا جماعه بجد الموضوع ده مهم، مش بس لاي ست راجعه من الشغل وتعبانه يا حرام ونفسها تاكل اكل بيت بس هي ما عندهاش وقت للكلام ده كله، بس كمان حتى الست البيت نفسها بيبقى ليها، يعني انت يعني نفسك ليها عليكي حق ان انت محتاجه انك تقعدي، يبقى ليكي وقت خاص بيكي، ان انت ما توقفيش في المطبخ كتير. انا بعمل تفريزات طبعا، فبقول لكم ان انت ما توقفيش في المطبخ كتير، ان انت يبقى حاجتك جاهزه فريش واكل بيت وكل حاجه نظيفه، ويبقى ليكي لو في ساعتين 3 وفرتيهم في اليوم يبقى انت اولى بيهم، تقعدي مع نفسك تستثمري فيهم، تفكري هتعملي ايه في اللي جاي، تكتبي نوتس، او يعني تكتبي، يعني شوفي انت بتعملي ايه في الفتره دي. ان شاء الله يا رب تسمعي قران، تكلمي اصحابك، تخرجي تتمشي، بيبقى ايه، لازم الحاجات دي مهمه جدا. تمام. وده عندي الكرنبيط. تمام. ده برضو هسلقه نص سلقه. هاخد شويه، نص سلقه دول هاخدهم احطهم في التلاجة عشان هشتغل عليه بكره هاكل منه شويه، او احطهم في الفريزر وقت ما احب ان انا اطلعه احمره كحاجه سناك جنب اي حاجه يتاكل، هيبقى برضو حاجه جميله. والباقي هاخده من هنا. ودي برضو فاصوليا خضراء، انا عملت منها كذا كيس عندي في الفريزر، والشويه دول قلت هحط دول على شويه جزر على شويه قرنبيط واسيبهم كده خضار مشكل، عشان بنتي بتحب ايه تاكل، بتحب تشرب شوربه خضار قوي. الميه بتغلي اهي عشان نحط فيها القرنبيط. خلصنا كده، حطينا البيبي قرنبيط. خلصنا كده، حطينا القرنبيط الصغير نونو اهو مع بيقولوا على فاصوليا خضراء وجا دور الجزر هيتبشر، سوري هنضفه، يعني هقشره، انا بقشره وهقطعه حلقات او مربعات صغننه احطهم هنا، والباقي هسيبه حلقات لاي حاجه كده. انا نفسي والله، انا للاسف لسه ما اشتريتش مبشره، بس انا محتاجه مبشره، لان انا بعشق ابشر الجزر في حاجات كتير، وادخله وسط اللحمه المفرومه، وادخله مع الرز البسمتي، وبصوا بعمل حاجات كتير بالجزر. ف هجيبكم تاني بقى. وادي كده شوربه الخضار. طبعا المفروض بقى اللي عايز بقى يحط كوسه يحط بطاطس، بس بنتي ممنوعه من البطاطس، وانا يعني بحب الكوسه اعملها طبيخ، فمش عايزه تبقى الكوسه في كل حاجه كده عشان هي ما تزهقش. بس اهو ده كده عندك حته لحمه، طلعيها اسلقيها وارمي فيها دول والدنيا هتبقى معاكي زي الفل. بصوا ادي الصلصه بعد ما خلصتها. طبعا صلصه طماطم انت اللي عاملاها، الطماطم منقوعه في خل، مش ولا اتحط عليها صابون، ولا غسلتيها بصابون، ولا غسلتيها باريال والكلام اللي انتوا بتعملوه ده. الطماطم تتحط في طبق ومعاها ميه وخل، وتتساب نص ساعه، وتتشال وتتسلق وتتعمل صلصه. حاجه نظيفه وحاجه من ايدك. تمام. نتقي الله في عيالنا. ادي الصلصه طبعا هي كميه، انا لو هبقى اجيب طماطم واعمل كميه زياده، بس هو الكيس تحسوا كميته قليله لان ده على قد انا وبنتي، مفيش غيرنا احنا في البيت. وادي قلقاس، وادي كيسين فاصوليا خضراء، وادي كيس لو حبيت اعمل شوربه في النص او ايا كان. ودي حاجات انا غسلتهم بالخل ومسحتهم بالمناديل اهو، بالمناديل. تمام. وحطيتهم في اكياس نظيفه. ليه؟ انا عندي طفله صغنن ده بيفتح اي وقت اكياس الخضار وتاكل اي حاجه على مزاجها، فانا عرضه ان هي تاكل اي حاجه مش نظيفه، فانا عملت القصه دي وهي بقى براحتها. كان في طبق كمان ما علينا حطيته في التلاجة، فهي تقدر تفتح وتاكل اي حاجه، كله نظيف وامان. وادي ده القرنبيط برضو الحمد لله اتسلق على ايه، على طول على القلب. يتبقى لنا ايه حلوين، البتنجانيه القمر دي. تمام. دي بقى ان شاء الله جبتها عشان هي على فكره كبيره، هعمل لكم بيها ان شاء الله وصفه. جبتها من الانستجرام من بنوته عسل كده، هي مشهوره مما لا شك فيه بس طبعا هجيبها لكم في فيديو تاني اصوره واعملها معاكم واقول لكم رايي فيها بصراحه، وطعمها جامد وكده ولا كلام كده وخلاص. وطبعا هقول اسم البنوته دي لان هي اللي صاحبه الوصفه دي. باي باي.